طيب انا ايوه بالظبط. هكلمك على الشوط الثاني يا مهند. الشوط تمام. الثاني احنا الهدف خلى معين الشعباني يقرر يثير الريبه في نفس معين الشعباني. تمام. هل الفريق بتاعي هيقدر اهاجم فاحط جون ثالث، ولا اشوف الزمالك هيعمل ايه؟ الزمالك على الارض لعب شوط تاني فيه ثقه، ولكن بلا انياب. مفيش هجمه اقول عليها كنا هنتعادل، مفيش بتاعت كوره تحس زيزو، انك بتاعت هي زيزو اللي سيف رجعها له زيزو وشاطها لعبها جنب العرض. برعونه، لعبها برعونه صراحه. كان المفروض ما زيزو يوقفش، كان المفروض ما لا، يوقفش. زيزو هتكلم بقى على زيزو. زيزو في المباراه دي كان من اسوأ المباريات اللي لعبها. هل هل زيزو لما انت تقول اسوأ مباراه لعبها وتيجي تشوف الرفعه الخياليه اللي لعبها اللي اتبروزت ودخلت جول تخلي ان ده يشفع؟ زيزو اهم لعيب في المنظومه. من بالظبط كده. ثم لما زيزو مستواه بيقل، الفريق مش بيقل، لانه ساعات زيزو بيجبر انه مستواه يقل لما بيلاقي عجز. لان بص، زيزو، احمد حمدي من اللعيبه اللي بتلعب على الديناميكيه دايما في الحركه. يعني زيزو كلعيب ما بيعرفش يرقص واحد لواحد. زيزو بيعتمد على تكنيك ان هو يبعد الكوره عن المدافع اللي قدامه. بيحط لعيب ذكي بيعرف كويس ان انا احط الكوره بعيد عن رجل اللي قدامي عشان اخلق مساحه اعرف مش اعديه ترقيصه، بس بخلق شكل وهمي ان انا عديته، ان انا اعرف اخد قرار سواء اكمل بالكوره واستمر في جري، ولا ان انا اخد قرار بالرفع. فلعيب زيزو لعيب ذكي خلاص. طيب انا دلوقتي عندي مباراه القاهره، هنتكلم على الشوط الثاني. احنا قلنا احنا مسكنا الكوره، ولكن هل انت مسكت الكوره عشان تاخد الافضل؟ لا، عشان نهضه بركان تراجع كتير جدا. انت كزمالك ادخلت الشك تاني في بركان ان انت فريق اصغر مني وانا اقدر احط فيك الجون الثاني واتعادل. وانا سعيد ان الجون الثاني ما دخلش. ليه؟ لان تاني مباراة القاهرة لو كنت جيت عشان تقول يا زمالك انا هتعادل 0-0 او عايز اتعادل 1-1 او احط جون بدري، كانت الزمالك مش بتاع السوليوشنز دي. الزمالك لازم يتحط في ستريس قوي جدا 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 عشان تستنفر قوة لعيبة اصلا هي عندها امكانيات بسيطة. طب انت تقول لي طب انت ليه كاره الخير ليك؟ لا، اصل انا ما شفتش حاجه تدل ان انت فرضت سيطرتك على نهضه بركان. لا، نهضه بركان هو اللي اداك الفرصه بالعكس، ان انت. لا انا شايف لا ان هم اصلا، انا شايف ان هم اصلا الشوط الثاني يعني تاكيدا لكلامك، الشوط الثاني هم راحوا فيه 3 كور على فكره، يعني الناس ناسيه في 3 كور. في واحده كده اللي هي الواد حطها في ظهر عمر جابر وحطها عواد طلعها. في واحده تمام. نفس الكوره بتاعت الشوط الثاني الاولاني اللي هي من ناحيه حسام وفتوح. في واحد فتوح تقريبا غلط وحسام اترقص واتلعبت بالعرض وفتوح رجعها. يا وفي واحده مهند ثالثه معلش، اللي انا قصدي معلش ان يا مهند. بركان كانوا موجودين وكانوا لا يا بيوصلوا في الشوط مهند، الثاني. انت بتقول الحاجه وبتحط فيها نفس القصه. يعني انت بتقول ان اخطاء لاعبتنا وصلت نهضه بركان، مش هجم. يعني بركان عمل تغييرات، ما عملتش اي تغيير، ما عملتش اي تغيير في شكل اللعب. انت لا انا برضو قصدي، اخطاء. انا قصدي ان بركان فضل بيوصل، يعني انا قصدي ان احنا ما احنا الناس شايفه ان بيوصلش احنا كنا. يا مهند، انت قفلت عليهم وفرضت سيطرتك عليهم، لكن انت بركان لما بيلاقي غلطه بيوصل. لكن ما كانش مثلا على سبيل المثال انا ممكن اقوم جاي لاعب كرات كروسات بدري في منطقه الزمالك. هو ما عملش كده، هو كان بيحاول يفتح الجناحات مش عارف. فانت كنت مقفل كويس. لكن انت في الحاله الهجوميه انت مستوى بركان انخفض بشكل رهيب وفتح شويه الملعب بتاعه وترصد بركان كان فيها مشاكل. انت امم عرفت اللي هو يعني اهو بتقول ان على نفسك بتعمل هجمه. لكن اللعيبه لو في لعيب شرس ياخد الكوره ويروح على الجون بتاعهم. زيزو لو كان وقف الكوره وشاطها بوش رجله ولا ببوز رجله، غير الشوطه اللي لعبها. انت فاهمني؟ وبالتالي انت عندك معضله ان النهارده معين الشعباني مدرب رزل، مدرب عارف كويس الزمالك، لعب قدامه كتير، عارف كويس الكوره المصريه، عارف اجواء استاد القاهره. احنا جوه استاد القاهره عارف بطولات افريقيا بتتلعب ازاي، عارف تفاصيل بالظبط. التحكيم، عارف يضغط على لكن الحكم. مظبوط، لكن عناصر فرقته لما تتعرض لضغط شديد انت ما شفتوش قوي في دوري المجموعات، ما شفتوش قوي ان هو لاعب اتحاد العاصمه مثلا المباراه اتلغت، فانت مش عارف الفريق ده رد فعله هيكون ايه. بالتالي معضله ده كله هتتحل على الورق لو الزمالك حط جول.
خلاص لو الزمالك حط جون انت كده عملت حاجتين، قلت لنهضه بركان انا فايز بالبطوله دي ان لم تحرز هدف فيا. 2 انت هتخلي يبقى عندك جوميز من الدقيقه اللي الزمالك لو ربنا كرم وحط فيها الجون، اصل خلي بالك توقيت الجون لو ربنا كرم، لان انا خلينا نقول لو انا قعدت اقول توقيت الجون الاول هيجي امتى؟ لان هو ده الجون اللي هيكسبك البطوله، لو ما دخلش طب خلاص خسرت. سيبك من توقيت الجول، خلينا نجيبها بشكل تاني. مش هسيب انت يا مهند، شايف ما ينفعش. الزمالك يضغط امتى؟ الزمالك يضغط الضغط العنيف اللي ضغطه بركان اول 10 دقائق، احنا ننزل نعمل زيهم اول 10 دقائق، تستغل حاله الاستاد وحاله الفوران عند اللعيبه، تبقى مجهز لعيبتك ان انت شايف، ولا نستنى بالضغط ده؟ لان كمان جوميز لما بيضغط ضغط عنيف، اللي هو بتحس ان انت المرتده فعلا بتبقى، يعني انت بتبقى مقرب الخطوط ومطلع لعيبتك وبتاع. انت شايف نضغط؟ لو نضغط ازاي؟ يعني خلينا احنا دلوقتي، يعني احنا كنا بنتكلم عن ماتش تاني، بس خلينا نروح برضو، احنا كل كلامنا يخص ماتش العوده، فده الاهم يعني. انت شايف نضغط بص امتى؟ بص انا شايف ان الزمالك طبيعه الحال انا وانت هنقعد نجادل ونقول تقسيم مباراه ومش تقسيم مباراه، اكيد جوميز هينزل من الدقيقه الاولى من السنتره، ممكن يسنتر عشان يعمل الكره الطوليه دي عشان عايز يحط جول. خلاص. طب الهدف، عشان الهدف تاني مهند، وانا هقول لك الزمالك لازم يحط جون عشان يقول انا بطل البطوله. حلو، دي السؤال ده الاجابه عن ابسط حل عن كل اللي احنا بندبيت فيه ده. خلاص. هدف معناه بطوله. طيب الهدف ده هل معناه ان انت كسبت بطوله؟ على الورق، على النتيجه لكن على فعليا انت ما حققتش البطوله لان الحكم لسه ما صفرش، وبالتالي تمام. انت ابتداء من الدقيقه اللي هيدخل فيها الجون، اصل لو الجون ده دخل في دقيقه 90 يا مهند خلاص انت هتقفل. فاهمني؟ عشان كده بقول لك فاهم توقيت قصدي. الجون ده مهم، لو الجون ما دخلش خلاص انت خسرت بطوله، فانا مش هنقعد نديبيت مع بعض. الزمالك نزل ضغط حط جون، ماذا بعد الجون؟ الزمالك حط جون في الدقيقه في اخر نهايه الشوط الاول، غير لما بدايه الشوط الثاني، غير في نص الشوط الثاني، غير في اول دقيقه. المعضله هنا في كلمه الجون. الجون دخل يا مهند اصبحت انت على الورق بطل البطوله، لكن مجرد ان يدخل جون اصبح في حاجتين مطلوب من نهضه بركان ان هو يحط الجون اللي حافظ على حظوظه. الجون ده نهضه بركان بقى قدامه الدقيقه اللي هيدخل فيها الزمالك، قدامه المده المتبقيه، هي دي الحل بتاع احرازه للبطوله، ان هو لازم يحط فيك جون. بالتالي لما انت تحط جون ونهضه بركان هيبدا يروح على المعادله، انت حولت له الشايب من ايديك لايديه، هيبقى عايز يستنفر قوته في الهجوم. طب افترضنا السيناريو الاولاني ان الزمالك حط جون مبكر، نهضه بركان مش هيندفع لانه مش هيبقى هينتفع. فريق، مش هيندفع لانه هيبقى فريق غبي لو عمل كده، لانه عارف كويس ان الزمالك عنده قادر القدره يعاقبه. هيعاقبه. حلو كده. وهو ده دوقه لنا هناك. فانت هو احنا وانت بتدوق هناك ما كنتش مرغم ان انت تروح تبادله بهجمات، ممكن تدخل فيك جون وعايز تنتش في نهايه الماتش قشطه، ما نتشتش خلاص. لكن هو حط التاني، لما حط التاني اصبح الموضوع متكهرب عندك، فانت بقيت تبحث عن فرص، فهو كان عنده فرصه ممكن يحط تالت، ممكن لغايه نهايه المباراه يحط التالت، فبالنسبه له هو كان بيبحث عن نتيجه بدون تصنيفها. انما انت عندك النتيجه والمعضله عندك في جون، وهو عنده المعضله في جون، لان هو ممكن يكون يجي هنا عايز يحط جون بدري، هو كمان ممكن هو نفسه يفاجئك عايز يحط جون بدري عشان انا يحط كنت النتيجه بفكر في كده، ما واحد، انا كنت بقول لك كده. ويستناك انت تحط جونين. فانا بقول لك النتيجه انت بقى منذ ان انت تحط، لو انا حطيت جون اول ربع ساعه، ده معناه ان انت نزلت قلت لي انا وانت نزلنا ضغطنا 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 نتشنا جون. الجون ده هيحول المباراه الى جحيم عليك وعليه. ليه؟ هو شال خلاص، عرف ان المعادله بتاعت ان هو جاي يدافع بس متقدم. انتهت. ان هو متقدم في النتيجه يعني. فهو بقى مجبر يحط جون، بس هيحط جون امتى؟ هو هيبقى ذكي، هيسيبك تتوهم ان انت تحط جون تاني، وهيبدا يلعب على ان هو يهدي الريتم عشان هو عايز يحط جون، لان جون بالنسبه له بقى لينا فرصتين، فرصه ان هو انت حافظ على 1-1 او 1-2 وتدخل ضربات جزاء. حلو كده. يبقى اذا جون بدري ليه اضراره ان انت تقعد كل الماتش بتدور على التاني، وبتدور انت ما بتتلقاش جون، فالجون ممكن بدري ده يأذيك، يأذي اللعيبه، يأذي الجمهور، يأذي كل الناس. يبقى المعادله انت بعد الجون الاول لو دخلت في الاول يبقى انت مطالب تدخل الثاني على طول. طب انت انا حطيته في نهايه الشوط الاول مثلا يا مهند على سبيل المثال، الجون ده هتنزل الشوط الثاني مستريح، وفي نفس الوقت هتنزل وانت مضطر تشوف افكار معين الشعباني الشوط الثاني هيفكر ازاي. هل هو عايز يبحث عن تعويض مبكر،
عشان يحط في حسابات ان هو هينزل يتربس اللعيبه ورا لو نتج جون بدري مثلا في بدايه الشوط الثاني، ولا انت هتنزل تهاجم على طول بدري زي ما بدايه الشوط مثلا، ولا انت عايز تعمل ايه؟ طب الجون دخل في منتصف الشوط الاول، يبقى لازم تدور على نهايه الشوط الاول انت تكون طالع 2-0. فانا بقول لك حل اللي احنا بنتكلمه ده عشان تقول انا هعمل هاي بريشر في بدايه المباراه، يبقى الهاي بريشر ده انت محضر اللعيبه بدنيا ان 30 دقيقه هاي بريشر، هاي بريس تجيب 2. هتقول لي انت قاعد تحلم، اقول لك انا ما بحلمش، انا بتكلم على فريق اسمه الزمالك وقائعه كثير وارتباكه كثير وعناصره. انت مباراه ارتا سولار مغلوب 2-0 هناك، نزلت اول ربع ساعه نتجت جول، لولا معجزه حولت الموضوع الى صعود. وبالتالي الزمالك مش محتاج يحط نفسه في معضله دايما اللي هو انا ببحث دايما على ان انا احط نفسي في الضغط، لا انا لازم احول الشايب سريعا لنهضه بركان ان هو لازم يدور على الجون. وعشان نهضه بركان يدور على الجون بسرعه، مش 1-0 هي اللي هتخليه يدور على الجون، لان انا متاكد نهضه بركان لو تلقى جون بدري ولا هيحط في باله، ومعين الشعباني حاطط 200% انه ممكن يتلقى جون مبكر، والضغط الجماهيري ممكن يخليك تحط جون مبكر، والزمالك ورفعاته وان هو ياخد كورنرين 3 ممكن يخليه يحط الجون المبكر ويحقق الذات اللي هو عايزه. بس هي لكن في ماذا نقطه بعد